بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، اللهم امين. بصوا، انا قمت بقى كده، كنت قايمه متاخر. صحيت الساعه 2، فاللي هو بقى قمت جريت كده على طول. اتوضيت وصليت وبعد كده رحت داخله على المطبخ. كان عندي بطايه كده زي ما شفتوا، كنت نقعاها في ليمون وبرتقان. خدت برتقانية صغيرة كده، قسمتها نصين، عصرت عليها نصها وحطيت القشر بتاعها، وبرده عصرت عليها ليمونة وحطيتها بالقشر وشوية دقيق وشوية جنزبيل. طبعا بعد ما غسلت البطاية كويس قوي ونقعتها بقى كده من بعد السحور لحد ما قمت كده زي ما انتم شايفين. طبعا كنت نايمه متاخر فصحيت متاخر، دخلت جري كده على المطبخ. قلت بقى احضر بقى سفره حلوه كده، بما ان ده اول يوم بقى هفطره في الشقه. كنت السحور بتاع اول يوم اتسحرته عند حماتي، والفطار فطرت عند ماما. فهنا بقى خلاص كنت بعمل بقى فطار عشان افطر في شقتي. فطبعا كل حاجه كنت هعملها من الالف للياء كده. المهم بقى جبت كده بصلتين وتلات اربع طماطمات صغيرين كده، هما اللي كانت عندي طماطم صغيره. وجبت قرن فلفل كده وقطعته، وهعمل بقى الخلطه اللي انا هتبل بيها البطايه. عباره عن بصل وطماطم وفلفل اخضر حامي، بس مش حامي قوي يعني يتاكل، ان اولادي يعني هياكلوه، مش هيبقى حامي عليهم ولا حاجه. ضربتهم كده في الخلاط مع ربع كوبايه ميه، عشان بس حطيتها علشان امشي الخلاط. عملت الخلطه ناعمه كده اهو زي ما انتم شايفين. هحطها بقى كده بحالها، مش هصفيها ولا اي حاجه. وجبت التوابل بقى بتاعتي كده علشان احط التوابل. هحط بقى فلفل اسمر ده اساسي معانا، وملح، ورشه صغيره كده من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه، وكمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. بتبقى حلوه جدا جدا وبتديها طعم حلو قوي، جربوها هتبقى حلوه قوي. يعني هي بهارات الفراخ ما نحطهاش في البطه، لا هنحطها وهتبقى زي الفل، وطعمها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم البطايه طلعت ما شاء الله حلوه جدا جدا. حطيت كمان رشة من الجنزبيل، وحطيت شطة حبة صغيرين برضو كده، مش هتبقى حامية. وحطيت اللهم صل على النبي، بابريكا، نص معلقه من البابريكا، وطبعا الملح والفلفل بتوعنا، وقلبتهم كويس كده مع بعض. جبت كمان برتقانيه، بما ان احنا بقى في موسم البرتقان وكده، والبرتقان مالي الدنيا، فاي طيور بعملها بالبرتقان. جبت طبعا برتقانيه كده، وطبعا كان موجود عندي، ما نزلتش اشتريته مخصوص. جبت برتقانه كده عصرتها. لقيتها بقى ما فيهاش بذر ولا حاجه، وزي ما شايفين رحت مفضيه العصير. وكمان التفل اللي هو بتاع البرتقان برضو، مش يعني لقيته حلو، مش اللي هو خشن ولا فيه قشر ولا حاجه. ده اللي هو الحاجات اللي بتبقى في قلب البرتقانه دي اللي احنا بناكلها برضو. المهم فضيتها كده على التتبيله. البطه دي بلدي، بط بلدي يعني من على السطح، كانت ماما مدياها لي. فزي ما انتم شايفين بقى كده، كنت غسلاها ومنضفاها. هنا كان بيقابلني شويه يعني بعض الحاجات كده كنت بشيلها. بس انا غسلاها كويس جدا ونقعاها زي ما انتم شفتوا كده، وبقت معايا تمام. حاولت ان انا افصل ما بين الجلد واللحم كده، فصلت معايا بس حاجات بسيطه، لقيتها يعني الجلد هيتقطع معايا، فقلت خلاص كفايه كده. حطيت بقى فيها التتبيله كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اتبلها كده من جوه ومن بره. انا رحت فين؟ انا كل شويه بختفي كده واروح فين؟ هقول لكم دلوقتي انا كنت فين. المهم هتبلها بقى كويس من بره ومن جوه، وجبت سكينه كده انغزها بيها. هنغز كذا نغزه كده فيها عشان التتبيله برضو تخش جوه. بص انا جيت اهو، كنت بلبس الجوانتي ده عشان اتبل البطه. طبعا انتوا مش هتلبسوا جوانتي في البيت خالص، تعملوا بايدكم عادي، والله انا بعمل بايدي عادي. بس قلت برضو البس الجوانتي كده عشان اتبلها واقلعها من ايدي على طول، بما اني بقى ان انا مستعجله وكده. وكمان عشان الناس يعني اللي هي بتقرف بقى كده وانتوا عارفين. المهم تبلت البطايه كده من جوه كويس قوي قوي بالتتبيله دي. عايزه اقول لكم التتبيله ريحتها حلوه جدا، ريحتها رهيبه. ما بالكم بقى لما تخش الفرن كده وتستوي مع البطه، يا سلام. انا جوعت يا ناس، اللهم اني صايمه. بصوا بقى، تبلتها كده وهسيبها بقى يعني شويه عبال ما اعمل شويه حاجات كده. هو الاحسن والافضل ان انا كنت تبلتها من قبلها بيوم، بس طبعا انا مني كنت بره فما لحقتش. طبعا لو انت هتعملي الكلام ده في البطه او في فرخه، او في اي نوع من الطير يعني، يفضل انت تتبليها قبلها بيوم او قبلها بكام ساعه كده، ب5 6 ساعات، هتكون معاكي احلى بكتير.
المهم انا ركنتها جنب كده، قلت تتبل شويه قبل ما اخلص الحاجات اللي انا بعملها دي. جبت بصلايه وخرطتها كده مكعبات، او جوليان يعني شرايح كده، او نص جوانح، وحطيتها على التتبيله دي. وكمان جبت بطاطس برضو كده، قشرتها وغسلتها وقطعتها لمكعبات صغيره وحطيتها. دي بقى ليه؟ دي اللي انا هحشي بيها الحشوه، هحشيها اللي هحطها تحت البطه. يعني انا كنت هحشيها بس مش هحشيها، انا هحطها ايه كفرشه كده تحت البطه، وناكل منها برضو، نغمس منها تبقى حلوه. طبعا هنا تقدري تحطي اي نوع خضار، انا هنا استكفيت بالبصل والبطاطس بس. انت ممكن تحطي جزر وبسله، ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي فاصوليا، تحطي اي نوع خضار تحبيه، تحطي بروكلي. بس طبعا قلقاس لا، القلقاس لا، عشان البنوتات اللي بتتفرج اللي لسه سنة اولى طبخ، دول لسه بيخشوا المطبخ كده ولسه بيتعلموا، يبقوا عارفين. تقدري تحطي اي خضار ما عدا القلقاس. تمام خلاص كده. تبلتها برضو بالتتبيل من نفس التتبيله بتاعه البطه، وحطيتهم على جنب. طلعت المانجاه دي كده من الفريزر عشان هعملها. كنت اعمل كنافه بالمانجا يعني بالكريمه، بس لقيت يعني ما اسعفتنيش، فهعمل كنافه بالكريمه. يعني غيرت رأيي، لقيتها لسه وكمان الوقت ما فيش وقت وكده، فغيرت وهعمل لكم كنافه بالقشطه كده، اللي لما حاجه ايه زي العسل. بصوا دلوقتي بقى انا ايه، ركنت البطاطس، وقلت بقى اعمل برضو العصير. كان عندي خشاف، انا عايزه اقول لكم السنه دي ما جبتش خشاف، عشان كده ما صورتوش معاكم ولا حاجه. انا كان عندي خشاف من السنه اللي فاتت، بما ان كانت الحاجه السنه دي غاليه وغاليه جدا جدا، فقلت خلاص انا هستكفى بالخشاف اللي عندي. كنت مقطعاه، يعني بقطعه بجهزه كده في برطمان، ولما جه رمضان خلص يعني مقطعه مشمشيه على قراصيه على تين مجفف. لما رمضان خلص رحت شايلاه في الفريزر، فانا جيت طلعته كانه بصوا طازه والله، في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجه، وكان متقطع جاهز. طلعت العلبه من الفريزر وخدت منها حبه وعينتها بقى في التلاجة عادي عشان هستعمل منها كل يوم. حطيت بقى الخشاف في البرطمان، وحطيت معاه برضو البلح عندي ده متكسر، كنت مكسراه قبل ما رمضان وانا قاعده كده بالليل. غسلت شويه برضو حطيتهم، ونزلت عليهم بكوبايه لبن كبيره مغليه، وحطيته كده في الشفشة شوية كده يهدى شوية ويبرد. هحط عليه كوباية لبن تاني ساقعة عادي، واحطه بقى ايه في التلاجة كده يسقع لحد الفطار. طلعت بقى كيس كنافة كده من الفريزر. الكنافة دي كنت جايباها قبل رمضان بفترة. كسرتها كده، يعني بتطلع من الفريزر تفتفتيها بتبقى سهلة معاكي ان احنا نفرفتها كده. بصوا عاملة ازاي ناعمة وجميلة ازاي، انا عايزاها كده. وطبعا مش هتقدري تعمليها كده لما تكون متلجة ولسه طالعة من الفريزر. طبعا لو عندك كبة هتعمليها في الكبة. انا فركتها بايدي كده ما بتاخدش وقت، وقسمتها لنصين. نص حطيته في الطبق معايا كده، والنص التاني فضل في الصينيه. انا هنا دلوقتي كنت رحت على البوتاجاز بسيح شويه سمنه علشان اعمل بيهم الكنافه. حطيت بقى على الكنافه كده اهو زي ما انتم شايفين. يعني صينيه الكنافه دي هتاخد معايا كوبايه من السمنه. نص كوبايه هحطها اغلف بيها الكنافه دي، ونص كوبايه هخليها للنص التاني. هقلبها بقى كويس كده مع بعضها. احط السمنه مع الكنافه واقلبها كويس. طبعا هتقلبيها وتفركيها بايدك كده كانك بتبسيها. شفتي لما بتبسي القرص، كانك بتبسي قرص كده. وهتروحي تعملي الكنافه كلها بالسمنه. تمام. بعد كده ما اتغلفت كلها زي ما انتم شايفين، طبعا هتعملي بايدك احسن بكتير من المعلقه. معلش بس حد فتح الباب. خلاص كده غلفتها كلها، وابتدي بقى ان انا ابططها واضغط جامد جدا جدا عليها كده في قلب الصينيه. هضغطها كويس قوي بايدي كده زي ما انتم شايفين. طبعا تقدروا تضغطوا بصينيه او بطبق، لكن انا بضغط بايدي مفيش اي مشكله، وطول عمري بعملها كده. المهم ركنتها كده وجبت البطايه بقى عشان خلاص الوقت يعني قد قزح الوقت. قلت بقى ادخل البطايه الفرن الاول بعدين ابقى اكمل الكنافه. بصوا هنا جبت هحطها في كيس الحراري، ووريكم ده شكل الكرتونه بتاعته عشان الناس اللي ما تعرفوش. ده كيس حراري. يعني ايه كيس حراري؟ يعني بيدخل الفرن عادي زيه زي اي صينيه بتدخليها الفرن. طبعا بيسعف معايا جدا، يعني ما بياخدش وقت. الحاجه اللي بتاخد ساعتين في الفرن في الكيس ده بتاخد ساعه، ساعه بتاخد نص ساعه. المهم بقى حطيت البطايه كده، ورحت حاطه البطاطس حطيتها كده تحت البطايه زي ما انتم شايفين. فردتها كده في الكيس وحطيت البطايه فوقيه، وهبدا بقى ان انا اربطه. الكيس ده بيبقى جاي معاه قفل، بس لما بيبقى كبير معايا زي كده ما بحطش القفل، بربطه انا كده ما فيش اي مشكله يعني.
خلاص بقت جاهزه معايا بقى اهي. وانا ولعت الفرن، وهو الفرن دلوقتي سخن. هروح بقى اشيل البطايه الجميله دي ادخلها الفرن. عايزه اقول لكم ان انا هجيب سكينه واخرم بيها الكيس من فوق، عشان لو دخلتيه من غير ما تخرميه كذا خرم كده يطلع البخار الزياده، هيفرقع معاكي في قلب الفرن لا قدر الله. فبخرم الكيس كده 3 4 فتحات كده من فوق مش من تحت، عشان ما ينزلش الصوص بتاعه من فوق كده. وهحط نص كوبايه ميه في الصينيه وادخلها الفرن. هنا بقى الزبادي، علبة جهاز الزبادي ده من صناي، كنت جايباه رمضان اللي فات. هبقى اعمل لكم ريفيو عنه لو حابين. هو حلو جدا جدا وما شاء الله. يعني هو يعني مش بيعمل الزبادي بسرعة، يعني هو بياخد بالظبط عشان يطلع معاكي الزبادي مظبوط 5 ساعات. كنت جايباه رمضان اللي فات وحلو جدا. طبعا انا لسه مطلعاه دلوقتي، فكنت جايبه كيلو ونص لبن. قلت هعمل كيلو زبادي ونص كيلو هعمل بيه القشطه بتاعه الكنافه، فقلت اعمله برضو وعينه واخلص منه دلوقتي عشان ايه على السحور يبقى جاهز معايا. المهم بقى ايه، فتحته. طبعا انا عيناه نضيف ومغسول وكل حاجه، قبل ما بعينه بغسله وبمسحه، وزي ما انتم شايفين كان في الكرتونه وطالع نضيف. فانا طبعا مرضتش حتى اشطفه، قلت لقيت الكوبايات مقفوله ونضيفه، فاشتغلت فيها على طول. اللبن عندي كنت مدفياه وحطيت عليه كوبايه زبادي. طبعا امبارح كنا جايبين زبادي من بره زي ما قلت لكم كده، وانا راجعه من عند ماما جبت زبادي وعملت حسابي في علبه زياده، عملت بيها بقى النهارده. حطيتها كده على كيلو اللبن وقلبتها كويس كده بالمضرب اليدوي، ورحت حاطه بقى ايه الزبادي كده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله الكيلو لبن عمل معايا ال8 كوبايات. هحطهم بقى كده. انا هوريكم دلوقتي بس هشغلها ازاي. الرقم اللي تحت ده طبعا اول ما تحطي الفيشه بتنور بيبقى كده خلاص. الزرار اللي تحت بتاع الارقام ده مش بيعمل حاجه غير بس ان انت بتعلمي انت حطيتي الزبادي الساعه كام، عشان تعرفي هتفصلي وتشيليه من الجهاز امتى. تمام. احنا مثلا الساعة كانت 4 دلوقتي، فحطيته على رقم 4. هعد بقى انا كده ايه، ممكن تعدي لحد مثلا 4 تسيبيه 6 ساعات يبقى الساعة 10، وديته الزرار على الساعة 10 يبقى معنى كده ايه ان انا الساعة 10 هشيله. تمام. شيلته بقى حطيته على الرخامة التانية كده جنب الفيشة وسيبته كده مع نفسه بقى. وجيت هنا بقى عشان اعمل المهلبيه او القشطه بتاعه الكنافه. معايا نص كيلو لبن، حطيت عليه 3 معالق من النشا، قلبته كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. القشطه او المهلبيه، يعني مهلبيه قشطه كدابه. وحطيت فيها معلقه قشطه. بتحطيها النشا ما يبقاش كتير، عشان يعني مش عايزين تبقى متماسكه قوي. تمام. فهو يا اما تحطي معلقتين هرميين على نص كيلو اللبن، يا اما 3 معالق مظبوطين كده على نص كيلو لبن. قلبتهم كويس قوي قوي كده على البارد. بعد كده كان عندي معلقه قشطه شايلاها من وش اللبن حطيتها وقلبتهم كويس مع بعض وحطيتهم على البوتاجاز. وهنا بعمل السيرب بتاع الكنافه. السيرب حطيت 3 كوبايات سكر مع كوبايتين ميه، وحطيتهم كده ولعت عليهم النار، وهعصر عليهم نص ليمونه. وبعد ما يغلي، يعني اول ما يغلي هعد بقى 10 دقايق من الغليان. اول ما يبتدي السكر والمية يغلي معايا هعد 10 دقايق، وبعد كده اطفي عليه. كده خلاص بقى جاهز معايا. شربات الكنافة بيبقى وسط، ولا تقيل ولا خفيف. كمان ممكن تزودي له معلقة سمنة بلدي هيبقى حلو جدا. كمان ما تقلبهوش خالص ولا تحطي ايدك فيه لحد ما يغلي. وبعد ما يغلي كده 10 دقايق واطفي عليه، مش هتحتاجي تقلبيه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. هنا بدات اقلب في المهلبيه، ايدك فيها على طول عشان ما تكلكعش منك وما تخرصي. تفضلي تقلبي فيها لحد ما تتقل زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعها تقل اهو، وبتبتدي ان هي بتعمل فقاعات كده. يبقى كده خلاص هي استوت معايا وطعم النشا راح منها تماما. هبتدي بقى ان انا اشيلها كده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعنا، بوريكم قوامها عامل ازاي. عايزه اقول لكم والله طعمها تحفه، ما بحطش عليها سكر ولا اي حاجه عشان قوامها يبقى مظبوط. هنا كنت بحط عليها كيس كده من البلاستيك علشان وشها ما ينشفش معايا. جبت بقى صينيه الكنافه كده اهو. بعدين يعني انا كنت هخليها، قلت لا خلاص هعملها على طول، فشلت الكيس تاني وجبت الصينيه ورحت حطها عليها. نزلت بقى كده القشطه معايا كلها كده على الصينيه. تركية مهمه جدا، تخلي بالك ما تخليش القشطه تيجي على حواف الصينيه علشان ما تتحرقش معاكي.
حطيتها كده. هجيب بقى النص التاني من الكنافه اللي هو برضو غلفته كله كده بالسمنه، خليت كل الكنافه شاربه كده من السمنه زي ما انتم شايفين. هحط بقى هنا، بقى ابتدي احط على الحروف الاول عشان لما احط الكنافه واسويها ما تجيش معايا على حرف الصينيه وتتحرق معايا وهي في الفرن. هبدأ بقى ان انا احط كده الكنافة واغطي وشها كله. وبعد ما اغطي وشها كله كده بالكنافة هسويها بقى كده، وهضغط ضغطة خفيفة. يعني انا في الاول كنت بضغط على الصينية ضغطة جامدة كده بايدي علشان اضغط الكنافة كده في الصينية. دلوقتي لا، طبعا لو ضغطت جامد القشطة هتخرج معايا من قلب الكنافة ومن الجناب. لا، هرص الكنافة كده وهغطي القشطة كلها، وبعد كده هضغط بايدي ضغطة خفيفة ان انا اساوي الكنافة بس. تمام. بعد كده هدخلها الفرن، طبعا الفرن يكون سخن على درجة حرارة 180. هتشغلي فوق وتحت، لو ما عندكيش شوايه هتشغلي تحت، وبعد كده تشغلي الشوايه وهنخرجها نقلبها ونسقيها بالسيرب. عبال ما تخرج السيرب هيكون طفيت عليه. السيرب معايا هيبقى دافي مش هيبقى سخن. تمام، ولا سخن ولا ساقع، يعني يبقى بدرجة حرارة المطبخ كده. تمام. طبعا انا لما عملتها وكده كانت البطة خلاص هتخرج من الفرن، فروحت مخرجة البطاية ورحت مدخلة الكنافة. هنا بقى كان عندي محشي من امبارح. كانت وانا مروحه ماما مديني حله محشي صغيره كده، فلقطنا منها كده برضه على السحور وفضلت عندي في التلاجة. فانا جيت بقى هنا جبت الصينيه دهنتها سمنه ورحت مفضيه فيها كده المحشي. هسويه كده في الصينيه، وهروح احط على وشه معلقتين كده من السمنه، وبرده هدخله الفرن يسخن كده ويتحمر معايا. وبعد كده كنت عامله سمبوسه كده في الفريزر، طلعتها قلت اقلي كام واحده كده برضو جنب الاكل يبقوا حلوين. هنا انا طلعت الكنافه الصينيه اختي كانت واخداها مني، اللي انا الصينيه اللي هي زي دي كده بقلب عليها، فجبت الصينيه البلاستيك دي، هي بلاستيك، فحطيت عليها كده ورقه من الالومنيوم بديل الصينيه، وقلبت عليها كده الكنافه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بحب اللون ده قوي، لون الذهب كده، ما تبقاش غامقه قوي ولا تبقى بيضه. هنا بقى بحاول ان انا اطلع ورقه الالومنيا منها كده. عايزه اقول لكم كانت تحفه تحفه تحفه، جميله جدا. انا بقى حطيتها في الصينيه وشديت ورقه الالومنيا كده طلعتها وسبتها في الصينيه. خلاص كده بقت جاهزه معايا. انا بقى كده هجيب السيرب. بصوا المحشي خلاص انا طلعت الكنافه، بوريكم ان صينيه المحشي خلاص هروح احطها كده. البطه طلعتها من الفرن وركنتها جنب تهدى كده شويه، وهوريها لكم دلوقتي. وطلعت الكنافه برضو وحطيت صينيه المحشي في الفرن. تمام. هنا بقى سقيتها بالسيرب اهو. السيرب كان دافي معايا. حطيت نصه بس، مرضيش احطه كله عشان احنا مش حابينها مسكره قوي. حطيت نصه وببتدي كده اقلبها يمين وشمال على الاربع جناب كده عشان العسل يروح كده على الكنافه كلها، والكنافه كلها تتشرب من العسل. خلاص كده بقى انا خلصت الحمد لله، وهبتدي ان انا اجهز. فاضل يا دوب 10 دقايق على اذان المغرب. الخشاف طلعته من التلاجة اهو، ببتدي ان انا اصبه كده. خليت برضو بنتي عصرت برتقانتين كده، يعني عشان هم يشربوا برتقان، لان ولادي مش بيحبوا الخشاف. عندي ولادي الاتنين الكبار ميدو وجنى مش بياكلوا الخشاف، فروحت عامله لهم كوبايتين عصير برتقان. ده برتقان كده صافي عصرته بس كده وخلاص. وهو كان مسكر كمان، ما حطيتش عليه حاجه ولا ميه ولا سكر ولا اي حاجه، بيور كده، فكان طعمه حلو قوي. صبت لهم بقى كوبايتين كده، انا كنت هصب 3 لقيتهم هم جم كوبايتين، فقلت يلا مش مشكله الكوبايه التالتة اصبها لبن كده بس من غير خشاف، بنتي برضو الصغيره بتشربه. خلاص كده بقى العصير جاهز معايا. هبتدي بقى ان انا اغرف البطايه بقى معايا. بصوا زي الفل. حاجه كده ريحتها حلوه جدا وما شاء الله جميله. وعايزه اقول لكم ان انا شغلت الشوايه وهي في قلب الكيس بتاخد لون من غير ما اقطع الكيس واحط تحت الشوايه، لا انا بشغل فوق وتحت وهي بتاخد لون برضو وهي في الكيس. بصوا ريحتها تحفه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. ممكن تحشوها اي حاجه، تحشوها ورق عنب زي ما بيجوا يحشوها كده. انا ما عملتهاش قبل كده بصراحه بورق العنب خالص، فانتوا ممكن تجربوها، يعني جازفوا وجربوا. انا بس حشيتها بالبطاطس اهو كذا مره زي ما انتم شايفين. حشيتها خضار، حشيتها فريك مره، حشيتها رز مره، بس اللي عجبتني اكتر بالفريك وبالخضار وبالبطاطس، بالرز لا.
حطيت طبق المخلل الجميل بتاعنا اللي عملناه مع بعض. بصوا طعمه تحفه تحفه بجد، اللي ما عملش المخلل في البيت ده هيندم. حاجه كده جميله. طلعت السمبوسك، هوريكم السمبوسك دلوقتي. حشياها فراخ كده بالبصل والفلفل الالوان، يعني فراخ معصجه كده، كانت حلوه قوي. طبعا بتبقى حلوه جنب الاكل. والحاجات الاطباق الجانبيه دي لو انت عامله عزومه تكتري منها برضو في العزومه، هتشرفك وهتملى هتملى الطبلية بتاعتك او السفرة بتاعتك. وهي مش مكلفة والله، عاملاها من قطعة صدر فراخ اقل من ربع كيلو. عملت كمية حلوة وحطيتها في الفريزر، وكل يوم على الفطار بقلي منها. وبعدت منها برضو لحماتي. بصوا حلوة جدا، ويعني مش مكلفة خالص، سواء عملتيها بالجبن او حشيتيها لحمة معصجة او فراخ برضو معصجة. بصوا الحشوة جواها عاملة ازاي، حلوة جدا. يعني فراخ بفلفل الوان كده ببصلايه كده، كانت حلوه قوي. والمحشي بقى طلعته اهو برضو زي ما انتم شايفين. الفطار ده بتاعنا. يعني ده كان الفطار بقى، اول فطار في شقتي. يا رب يكون عجبكم. هنروح بقى كده خلاص، المغرب بيأذن. هنروح بقى كده نحط الفطار ونفطر، وهوريكم بقى برضو صينية الكنافة. طبعا انا بخلي ولادي يشاركوني في المطبخ في اي حاجة بسيطة. ان انا خلصت الاكل بنده عليهم بقى ان هم ياخدوا الاكل كده ويرصوه بقى كده علشان ناكل. بصوا بقى الكنافه. طبعا خلاص بقى فطرنا وخلصنا ودخلت. قلت بقى ايه، الكنافه مش بناكلها قبل الفطار، الكنافه بعد الفطار بشويه كده. احطها بقى، اللي عايز حاجه مسكره يروح ويجي عليها كده، الاولاد يبقوا رايحين جايين عليها ياكلوا منها، بتبقى حلوه. بصوا عايزه اقول لكم والله طالعه في منتهى الجمال، جربوها بالطريقه دي وبنفس ما انا ما عملتها بالظبط، والله احسن من بره 100 مره. عاملاها بقى بالسمنه البلدي كده وطعمها جميل جدا. عايزه اقول لكم الصينيه دي لو هتجيبها من بره هتجيبها مش اقل من 300 400 جنيه. عملناها في البيت بنص كيلو كنافه وكوبايه سمنه ونص كيلو لبن بس كده، وتعملي بقى احلى كنافه كده في بيتك. بصوا بقى خرجت كده البلكونه اوريكم اجواء رمضان. الشارع بقى بتاعنا من بعد الفطار كده على طول بيبقى هايص، وكله بيلعب كده وصواريخ بقى وسلك، وبتبقى اجواء جميله قوي. يعني بص عايزه اقول لكم والله ان انا لو يعني محدش يضحك عليا انزل العب معاهم، بفضل قاعده اتفرج عليهم كده كتير قوي. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.